الاثنين اللي هما كان بيطلعوا مع زكريا بطرس والعلم بالشيء، ان من بعد حلقات الشيخ محمد الزغبي ما طلعتش معاه ولا واحده، وكل شويه يجيب اخ، يجيب اللي هو اسمه اخ نور الدين ده مذيع. من ساعه ما الشيخ محمد نبهه قال له تقعد جنبك تكون مثلا كده ولا كده يبقى شكلك وحش، فبقى يجيب راجل ويقعده. احنا بننصح والله، عايزين صورته تبقى كويسه. اكيد يا شيخنا. فهو فعلا موضوع ناقصات عقل ودين. زكريا بطرس هيتابعنا دلوقتي ان شاء الله. الشيخ محمد حد رد في الموضوع ده لان هو بيتعالى فيه ويقول ان المرأة في الاسلام ناقصة عقل ودين، فالسؤال يطرح طب هل في المرأة في المسيحية ناقصة عقل ودين ولا لا؟ طب ناخد الاول الفاصل وبعدين نستمع. لا ما نقولش، نقول عند زكريا بطرس. طيب ناخد الفاصل معاك يا محمد. فاصل مع بولس جورج بيتحدث عن الاب بولس جورج بيتحدث عن المرأة وناقصات عقل ودين. في صحيح البخاري باب الحيض يقول النبي عن النساء أنهن ناقصات عقل وناقصات دين. طبعا هنا في تقليل من شأن المرأة حسب وجهة نظري، لأن الكلام واضح إلا إذا كان له معنى ثاني. معنى واضح. معنى واضح. نعم. ناقصات عقل وناقصات دين. طب ليه؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال ليه؟ ده صحيح. ليه؟ أنا أقول لك ليه. لأن المرأة ملهاش مكانتها كمكانة الرجل. زي ما تقول كده المرأة في الإسلام موجودة عشان خاطر الراجل، عشان كده ملهاش حقوق كتير. هذا استنتاجك أنت استنتاجك الشخصي من القراءات، من الكتب. نعم. نعود اليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وهو ما كانش الاب بولس جورج ولكن كان الاب زكريا بطرس. الاب زكريا بطرس، القم زكريا بطرس، بيتكلم عن المراه اللي هي ممكن تكون ناقصة عقل ودين ومراه مخلوقه من اجل الرجل. فهو بيقول ان المراه اصلا خلقت من اجل الرجل، فده في الاسلام. فمش عارف بقى في الاسلام فقط يعني. مش عارف. المراه ناقصات عقل دي في الاسلام فقط. لا هو بيقول المراه يعني خلقت، يعني بيقول بنبني الكلام ان المراه خلقت من اجل الرجل. طيب اتفضل يا شيخنا الرد على هذا الموضوع. اسمه كنز نسبة. شو بس الحديث اللي بيتكلم عليه هذا يعني خرج صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، يعني أضحى أو فطر. المهم قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. المهم إلى آخر النص بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان إيه؟ دينه. أليس من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. يا هذا الحديث وارد ولا ننكر على الاطلاق ان الحديث في صحيح البخاري برقم 304. خلاصه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بقول لهم ان كنا ناقصات عقل ودين، بتسال سؤال طبيعي فما نقصان عقلنا؟ يقول اليست شهاده المراه منكم من نصف شهاده الرجل؟ قلنا بلى. ده من نقصان بقى عقله. أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بقى. قال فذلك من نقصان دينه. يعني إيه قضية النقصان؟ لابد نفهم معنى قضية النقصان عندنا وتوضيحها، لأن مش ناقصة يعني معناها مجنونة، لا. مثل المرأة التي ألفت رسالة تحت عنوان الله قتل في النيل، قصتها وهي تقول إيه وشكلها أعوذ بالله شكل شيطانة يعني. يعني هي لو دي جت تدخل مكان زي الحمام مثلا وتقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبيث، هيقول لها أنا خارج من غير حاجة، هي تخوفه. المهم دي تقول لك إيه ناقصات عقل ودين. ده بنت ما بقولش عليك أنت لا عقل ولا دين، هو بيتكلم عن الثانيين. يعني إيه ناقصات عقل ودين؟ كلمة عقل الأول نفهم معناها في المعاجم اللغوية والأشهر. العقل بمعنى الربط، الضبط، الامساك، الحفظ. خدت لحضرتك ازاي؟ ده بالنسبه للمعاني اللغويه. ثاني يا شيخنا العقل معناه الربط، الضبط، الامساك، الحفظ. تمام. يطلق هذا بالنسبه للمعاجم اللغويه على العقل. تعال معايا. ليه؟ لانه بيحفظ صاحبه. العقل يحفظ صاحبه ويمنعه مما يضره. وذاك نقول ايه؟ ده انسان مجنون اذا مشى في الميه، اذا وقع في النار، اذا كلم وهذا شيء يضره، بنقول مجنون. العقل غير كده. العقل بيعمل ايه؟ بيحفظ صاحبه من هذه الامور باذن الله ويمنعه مما يضره. عاقل لا ما يدخلش النار، عاقل ما غرقش نفسه في الميه، عاقل ما كلش السم ده، عاقل ما اتبعش زكريا بطرس الى اخر هذه الامور. تعال معايا بقى. ويميز السقيم والسليم، بيميز الصحيح والمريض الى اخره. ولذلك اشهر تعريفات العقل يا استاذ اشرف
هو في الراس ولا في الجسد؟ نجيب له اشهر تعريفات الصلاحيه هي اللي تبين في راس ولا في جسد ولا ايه. يقول لك قوه غريزيه للنفس تتمكن به من ادراك الحقائق والتمييز بين الامور. طيب ايه المعنى الثاني؟ قال لك هو النفس الناطقه. النفس الناطقه، لان الانسان لما بيجي ينطق خلاص بيعبر عن عقل او عدم عقل. لذلك الشاعر يقول ايه؟ وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. فالنطق هنا بيبين عقل او عدم ايه؟ عقل. طيب التعريف الثالث قوة المدركة في الإنسان وهي مظهر من مظاهر الروح. مكانها يقول لك المخ. مكانها المخ، كما أن الإبصار من خصائص الروح ومكانه البصر اللي هو العينين. خدت بالك يا أشرف؟ يعني خلاصة المسألة في هذا الأمر لما نيجي نقول بقى المرأة ناقصة ازاي؟ المرأة تتحكم فيها العواطف والمشاعر. المرأة كتلة عواطف، كتلة حنان، كتلة مشاعر، ولذلك المرأة هي التي تستطيع أن تحمل الولد 9 أشهر في بطنها مع ما تعانيك من شدة، ورغم ذلك فإن الأمر هي به سعيدة رغم الآلام، رغم المشقة سعيدة جدا بحملها. طلقات الولادة هذه والتي لا يتحملها الذكر على الإطلاق بل المرأة تتحمله هي عسيرة، من أجل قول عبد الله بن عمر لما قال له رجل ويحمل أمه يطوف بها حول الكعبة هل تراني أديت لها حقها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. يعني عمرك ما تقدر توصل لطلقة واحدة من طلقات الولادة، شنيعا جدا. ولذلك المرأة رغم ذلك تتحمل لأنها تخرج حيا من حي، ثم بعد ذلك التي ترضع، ثم بعد ذلك التي تقوم عليه من تطهير ونظافة إلى آخر هذه الأمور، وهي التي تحنو عليه. أما الرجل فهو الذي ينفق والذي يأتي بلزوم المعيشة إلى آخر هذه الأمور. ولما كانت المرأة كتلة حنان وعواطف فإن مشاعرها تتبدل بسهولة، ويمكن أن تضطرب وتأتيها العادة الشهرية كما تعلم، ممكن أن تغير في مزاجها بل بتغير في مزاجها وتعمل عندها الاضطرابات كما يأتيها النفاس عقب الولادة إلى آخر هذه الأمور، وهذه لا تقلل من شأن المرأة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال فيه دليل على أن الرجل أفضل من المرأة وأن جنس الرجال أفضل من جنس الإناث، ولا يعني أن تمييز فرد على فرد وأن الأفراد على الأفراد يعني أن رجلا بعينه أفضل من امرأة، فربما تكون هناك امرأة أفضل من عشرات الرجال. صحيح. ربما تكون هناك امرأة تقية جدا أفضل من آلاف الرجال، بل هناك تكون امرأة صوامة قوامة، هناك بلطجي يشرب المخدرات ويسب بالدين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك نقول بأن عندنا النساء الطاهرات، ولذلك القرآن كرم المرأة وأتى لها بالفضل العظيم في الآخرة فضلا عن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من درجات النساء في الجنان بإذن رحيم الرحمن. خلاص المسألة أشرف، تعالى ما نقول حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ المعلوم أن مدة الحيض تتفاوت عند المرأة، إن كان غالبها 3 لكنه يتفاوت، الحيض 3 ممكن 5 ممكن 7 ممكن 9 ممكن 10 بل ممكن يستمر 12 يوم. ولذلك من رحمة دين الله بالمرأة بخلاف الرجل تأتيه الجنابة في الحال يرفع الجنابة بالماء، ما فيش مية على طول تيمم يبقى رفعها في الحال. أما المرأة ليس بيدها ذلك، وتبقى هذه المرأة طب عليها صلاة يوم 5 صلوات و5 صلوات و5 صلوات طول المدة دي. من رحمة الإسلام يرفع ذلك عن المرأة ولا تؤمر بقضاء معي. كذلك المرأة النفساء، انت عارف النفاس كما قال أئمتنا يعني أقله لحظة وغالبه 40 عند النساء، لكن ممكن أن يمتد 60 كما قال أئمتنا 60 يوم، ورغم ذلك لا يأمرها الإسلام بإعادة فرض واحد من هذه الفرائض لأن هذا الأمر مما يشق عليها. صحيح. لأن هذه المرأة يعني بالنسبة لها، ولذلك يعني هذا يعد من نقصان الدين. لكن هل تأثم به؟ لا أبدا. النساء شقائق الرجال. يعني ما يقول وضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وياتي بها في القران تتلى الى يوم القيامه. وكذلك امراه عمران لما ناظرت ودعت الله جل وعلا اتى الله بذلك واستجاب دعاءها وجعله قرانا يتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها في قوله جل وعلا ان الله اصطفى ادم الى اخره. خلاص المساله يا استاذ اشرف ان هنا لما بنقول هذا نقصان دين، نقصان العقل. انت عارف ان المرأة كما قلنا بالمشاعر والعواطف تتأثر. لا ممكن مع احترامي لو شافت رجل بيبكي كثيرا وكيت وهو الظالم وهو الذي عنده كيت هي تتأثر، ولذلك ممكن تضطرب في شهادتها الى غير ذلك وتتعاطف مع من لا يجب التعاطف معه الى اخر هذه الامور. وهذا لا يقدح في المرأة على الاطلاق، بل ان المرأة عظيمة الشأن باذن الله جل وعلا اذا اتقت الله جل وعلا. عايز اقول حاجة اكثر من ذلك. الإسلام بالنسبة للمرأة الذي يقول عن نقصان عقلها ونقصان دينها، الإمام السيوطي رحمه الله يقول كتبت عن 70 امرأة محدثة
يعني الواحدة بدون محدثة يأخذ عنها أكبر أئمتنا العظماء، يأخذون عنها العلم الشرعي. بل عائشة رضي الله عنها وارضاها أمتعت الأمة بعلمها الشرعي. بل أم الدرداء كان الكل يذهب إليها حتى الخليفة عبد الملك بن مروان، فكان يجلس في مؤخرة المسجد ويتعلم منها، وكان البعض يكتبون خلفها. لو عددت لك الآن أنا ما انتهيت. لذلك المرأة موقرة معززة عندنا، والفهم على غير ما يقول رجل يعني في هذا الأمر أطلق. طب خذ معي حتى المرأة عندنا لو كانت حائض يا أستاذ أشرف، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مصلى العيد لتشهد دعوة المسلمين، رغم أن ليس عليها الفرض. نعم خلي بالك من دي، ليه؟ لأنها ليست نجسة. أيوة. والمؤمن عندنا لا ينجس ذكرا كان أو أنثى. يعني أبو هريرة كما في صحيح البخاري